بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها المهرجان الانتخابي الضخم في مدينة إزمير التركية المؤيد للرئيس التركي أردوغان. معروف أن مدينة إزمير هذه حصن العلمانية في تركيا، معقل العلمانية، عاصمة العلمانية، وهذه المدينة يعني تصويتها كله علماني يساري متشدد. لكن بالأمس فوجئنا بهذا المهرجان الضخم جدا الذي أصبح مثار جدل على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه إذا كانت إزمير مؤيدة لأردوغان فهو حتما بنسبة 100% بإذن الله إن شاء الله سيفوز ويصبح رئيسا لتركيا. في الواقع كما سنعرض من المؤشرات الآن أن شعبية حزب العدالة والتنمية حزب أردوغان زادت في إزمير كما سنرى، وإذا تمكن أردوغان من الحصول على 50% من أصوات إزمير هذا معناه أنه اليسار في تركيا يموت ويحتضر. تعالوا نبدأ ونشاهد كما تشاهدون هذه الصورة. يعني الصورة معبرة جدا وضخمة. طبعا اليساريين يقولون لا، ده جرى شحنهم من مدن أخرى، كل طبعا لا يهم، سنرى الأرقام الآن. هنا حضراتكم تعالوا نشاهد. وهنا موقع انسايدر الأمريكي أيضا لفت نظره الأمر، فكتب لارج نمبر، جمهور ضخم جدا، أردوغان سبورترز، يعني داعمة أو أنصار أردوغان في مدينة إزمير في تركيا. هنا حضراتكم بعض الصور للرئيس التركي أردوغان خلال هذه الكلمة. وطبعا مدينة إزمير كما ذكرنا هي مدينة معقل العلمانية في تركيا ومعقل اليساريين. وهنا صور أخرى لأردوغان، وهنا حضراتكم صور لأردوغان خلال الخطاب. هنا أيضا مشهد آخر للحشود. السؤال: هل هذه الحشود حقيقية من ولاية أزمير أم من ولايات أخرى؟ بقي أسبوعين وسوف نرى نتائج الانتخابات. لكن تعالوا ننظر لنتائج الانتخابات الماضية لنجد أنه فعلا شعبية الحزب أردوغان في مدينة إزمير تضاعفت مرتين. فهنا حضراتكم في هذه الخريطة كما نشاهد كيف يجري التصويت في تركيا. هنا ولاية أزمير كما تشاهدون، وهي ولاية قريبة جدا من اليونان. تلاحظون هذا تعرف بولايات بحر إيجا، وهذه الولايات هي ولايات علمانية لأن هي ملاصقة للتأثير الأوروبي واليوناني، وكان فيها مسيحيين وكان فيها يهود، ففيها مدارس أجنبية كثيرة، واليهود في الأماكن التي يقيمون فيها ينشرون نمط حياة علماني. اليهود أكثر ناس يستثمرون في الإنسان. فمثلا أردوغان ماذا فعل في تركيا؟ يستثمر في الكباري، في الطائرات، في الدبابات، في البنية التحتية، في المستشفيات، في بناء مدارس. اليهود يستثمرون في الإنسان نفسه، وهذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، يستثمر في الإنسان. يعني إلى اليوم أنت تجد الرسول علم الإنسان النظافة، علم الإنسان الاستحمام، الإيمان بالله، الإسلام، الحفاظ على القرآن الكريم إلى آخره، يعني العقيدة الدينية نفسها. اليهود أول ما بيجلسوا في أي مكان على طول يفتحوا خمارة ويفتحوا مراقص وملاهي وكلام من هذا القبيل. وهذا موجود عندنا في مصر. يعني أنت لما تنظر في نتائج الانتخابات في مصر، الرئيس مرسي رحمه الله اللي كان يعبر عن التيار الإسلامي، وأحمد شفيق المرشح العلماني، تجد أنه أي مدينة كان فيها كثافة يهودية انتخبت أحمد شفيق. على سبيل المثال بورسعيد ميناء تجاري انتخبت أحمد شفيق. بورسعيد عندنا في مصر معقل العلمانية في مصر. مدينة القاهرة الأحياء اللي كان يتواجد فيها اليهود مثل وسط القاهرة انتخبت أحمد شفيق. الأحياء التي ليس فيها كثافة يهودية مثل حلوان، عين شمس في القاهرة انتخبت الرئيس مرسي، اتجاه إسلامي. الأحياء الغنية في القاهرة اللي هي لم يؤسسها اليهود انتخبوا الرئيس مرسي، مثلا القاهرة الجديدة، التجمع الخامس، دي أحياء الأغنياء، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، مدن الأغنياء، وانتخبت الرئيس مرسي.
لكن هتجد مصر الجديدة والمناطق اللي كان أسسها اليهود في مصر تجدها انتخبت المرشح العلماني، وتستطيع أن تسير بهذا النهج. يعني النشاط اليهودي في مصر كان يتمركز في الدلتا، فلذلك الدلتا كان تصويتها علماني. الصعيد كان تصويته إسلامي لأن التواجد اليهودي كان ضعيف جدا. فأنا استغربت جدا من وجود علاقة، رغم أن في مصر حاليا لا يوجد ممكن 5 يهود فقط. يعني من 10 سنوات كان عدد اليهود في مصر تقريبا 20 شخص فقط، كلهم أعلى من 70 سنة. لكن لما تدرس التاريخ الاجتماعي هتجد أنه صحيح اليهود كانوا 90,000 في مصر فقط، لكن يمتلكون مدارس، يمتلكون مستشفيات، يمتلكون خمارات، يمتلكون دور للرقص، دور السينما، صحافة. فليست العبرة بالعدد يعني. فأيضا مدينة إزمير كانت معقل يهود الدنمة في تركيا في الدولة العثمانية. يعني اللي يرجع منكم لحركة يهود الدنمة اللي هم اليهود الملاحدة، عكس اليهود المتدينين اللي هم بيقولوا إنه فيها الله وفي سيدنا موسى وفي نبي وفي ملائكة وجنة ونار. اليهود الدنمة هؤلاء يؤمنون بتناسخ الأرواح، وإنه لا يوجد لا جنة ولا نار، وأن الله حل كما حل في عيسى وحل في شخصيات أخرى. يقولون أن الله حل في شبتي ليفي اللي هو كان زعيم يهود الدنمة نفسه. فكان موجود في ولاية إزمير لمن يرجع إلى قصته يعني. طيب المهم الآن بعد ما حصل الحرب بين تركيا واليونان 1922 حرب الاستقلال التركية، جرى تبادل سكاني بين اليونان وبين تركيا، لكن الثقافة الأوروبية العلمانية المسيحية بقيت منتشرة في المدن الملاصقة لليونان كما تشاهدون. فباللون الأحمر دي المدن الولايات اللي تصويتها علماني، باللون الأصفر الولايات اللي تصويتها إسلامي أو تصويت محافظ بصوت لأردوغان. وتجدون الأناضول لأنه الأناضول إسلامي تماما، يعني كان الوجود المسيحي فيه ضعيف، والمدارس الأوروبية قليلة في وسط الأناضول. المدارس الأوروبية، النشاط التجاري، النشاط الأجنبي. اسطنبول كانت عاصمة الدولة العثمانية، فكان مركز العلم الإسلامي، ولا تزال مركز العلوم الإسلامية في تركيا. أيضا هتجد تصويتها إسلامي. المناطق الكردية ديار بكر تصويتها قومي. الأكراد إسلاميين محافظين، لكن المشكلة أن الأكراد تصويتهم قومي. يعني لماذا؟ هم مفعول به، يعني أنا بقول هم ضحية لما جرى خلال الماضي. يعني أنه فكرة القومية التركية، أنا تركي، يعني كانوا يدرسون في المدارس نشيد أنا تركي وأفتخر، أنا تركي وأفتخر. فهنا الكردي كرد فعل تجد الكردي يصلي ويصوم وزوجته محجبة، ولكن يقول يجب تقسيم تركيا ونعمل دولة كردية. أمر عجيب. دي خيانة، أنت بتقسم بلد مسلم، ما خيانة. ده يعني لما تقسم تركيا أو تقسم أي بلد مسلم هذا أخطر من حتى أنك تهمل في الصلاة، لأنه الصلاة والصيام دي عبادات شخصية، لكن تقسيم الدولة دي جريمة عامة، فساد في الأرض. فالمهم لما جرى الافتخار بالعرق التركي أدى ذلك إلى رد فعل افتخار بالعرق الكردي. ولذلك تجدون التصويت المناطق ذات غالبية المسلمين الأكراد بدأوا يصوتوا تصويت انفصالي، وهذه كارثة كبيرة. لكن الحمد لله في هذه الانتخابات حدث تحالف بين حزب أردوغان وبين حزب الهدى الإسلامي الكردي، وهذا أهم شيء حصل في هذه الانتخابات، أنه جرى كسر فكرة المفاخرة بالعرق. فالآن أنه بيجري تشكيل هوية أن احنا شعب مسلم. فإعادة الاعتبار لتركيا كدولة إسلامية هذا سيحل مشاكل كبيرة جدا. فهذه هي خريطة الانتخابات في تركيا أو كيف يجري التصويت. هنا حضراتكم الانتخابات في أزمير منذ عام 2002 عندما وصل حزب أردوغان للحكم. تلاحظون عام 2002 منذ 20 سنة حصل حزب أردوغان على 17% فقط. عام 2007 بعد 5 سنوات ارتفعت النسبة إلى 30%. في الانتخابات التالية 2011 وصلت النسبة إلى 37%. انتخابات 2015 النسبة نزلت 27%. طبعا جزء من نزول النسبة إلى 27% بعضهم ذهب إلى حزب الحركة القومية. عام 2018 ده انتخاب أردوغان نفسه كرئيس حصل على 33% أردوغان، كانت انتخابات رئاسة. 2019 انتخابات البلدية ارتفعت حزب أردوغان إلى 39% من أصوات الناخبين. فانظروا، يعني حزب أردوغان أصواته تضاعفت
في إزمير من 17% إلى 39%، يعني أكثر من الضعفين في ولاية إزمير. هذه الانتخابات إذا أردوغان حصل على 50% في ولاية إزمير، هذا معناه انتهاء حلم اليسار أنه يحكم تركيا مرة أخرى. اليسار هو الذي يحكم تركيا. اليساريين في الإعلام، في التعليم، في المؤسسات، في الاقتصاد، في السياسة، اليساريون هم حكام تركيا الحقيقيون. كل ما في الأمر أنهم فقدوا الإدارة، يعني فقدوا منصب الرئيس، فقدوا منصب وزير الداخلية، فقدوا كذا، لكن هم قوانين البلد كلها في يدهم، إعلام البلد في يدهم، التعليم، الانستجرام، التيك توك، النظر للأمور، لا لتجنيس السوريين، كل هذه الأمور قرارات اليسار، وقرارات اليسار تنفذ. فإذا فقد اليسار إزمير، هذا معناه تغير في الخريطة الانتخابية لتركيا، تغير استراتيجي خطير جدا، ومعناه أنه سوف يجري مزيد من الحصول على سلطات الدولة العميقة في تركيا. أعتقد الدولة العميقة الآن سلطاتها 75%، كانت سلطاتها عام 2002 عند وصول أردوغان للحكم سلطاتها 95% من السلطة. الآن أعتقد أنها خسرت 20% لصالح الشعب التركي، وبإذن الله إن شاء الله تخسر أكثر وأكثر. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب لمؤرخ أمريكي اسمه تاريخ يهود الدولة العثمانية وتركيا. أرجو الاستماع لهذا الكتاب. هنا في رسالة على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناتي على تليجرام. أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة فيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأمات في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.